السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب جميعا تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض ورقة اللحمة على الطريقة المصرية، من اكتر الاكلات الحلوة قوي والسريعة، وهقولك ازاي تعمليها بكل بساطة ومن غير تعقيد ومش هتاخد معاكي وقت. لأول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات لما انزل وصفات جديدة. يلا بينا نبدأ على طول. هنا معايا لحمة، هتروحي للجزار وتقولي له عايزة لحمة من الانتركوت، دي افضل قطعية لورقة اللحمة، او ممكن تقولي له عايزه قطعيه لورقه اللحمه هو هيديكي. انا هنا استخدمت اللحمه وخليته قطعها لي زي الستيك بس شرايح تخينه شويه بالشكل دوت. هنا بقى هبتدي ان انا اتبلها. هنا معايا فلفل اسمر وملح هرش عليها زي ما انتوا شايفين كده. هنا خلاص اللحمة بعد ما تبلناها بالملح والفلفل. هنا بقى الخضار اللي احنا هنستخدمه. معايا هنا بطاطس، ومعايا بصل ابيض بيبقى حلو قوي في ورقة اللحمة عن الاحمر، ومعايا طماطم. هنا استخدمت 5 حبات من البطاطس، 4 حبات من البصل، 4 حبات من الطماطم، وجزرتين، ومعايا فلفل الوان وفلفل اخضر، ومعايا 4 فصوص من الثوم. ده الخضار اللي انا هستخدمه في ورقة اللحمة. تقدري تضيفي كوسة زي ما تحبي، بس انا ما حبيتش ان انا اضيف كوسة. هنا بقى معايا البصل اقطعه شرايح بالشكل دوت رفيعة. لو مش متوفر عندك بصل ابيض عادي وعندك احمر ما فيش مشكلة، بس الابيض بيبقى احلى في ورقة اللحمة. هنا بعد ما خلصت الكمية هنزل عليها برشة من الفلفل الأسمر ورشة من الملح. تمام، يلا بقى نقطع البطاطس، ولا تقطعيها رفيع ولا تخينة، بالحجم ده زي ما انتوا شايفين. لو قطعتيها رفيعة هتتهري معانا، لو قطعتيها تخينة قوي هتاخد وقت في التسوية. انا قطعتها بالحجم دوت، قسمت النص على 2 وقطعتها بالشكل دوت. وهنا الجزر برضك ما تخلوش رفيع عشان ما يتهريش، بالحجم زي ما انتوا شايفين كده. وهنا الطماطم قطعتها بالشكل دوت، وبعد كده نضفتها، شلت الاخضر اللي فيها اللي هو من فوق دوت. قسمتها على نصين وخليتها 4 تربع بالشكل دوت. حاولوا ما تصغروش في حجم الخضار عشان ما يتهريش معاكم. وهنا الفلفل الاخضر انا قطعته، والالوان. احنا ما بنستخدمش في ورقة اللحمة عصير طماطم، هي بيبقى كل الخضار كده من غير مية ومن غير عصير طماطم. تمام، هنا بقى بعد ما قطعت الخضار وخلصته، هنا بقى معايا طاسة، ضفت معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقتين كبار من الزيت، وهنزل بأربع فصوص من الثوم وورق لورا وحبهان. بعد كده هنزل بشرايح اللحمة بالشكل دوت، هديها تشويحة الأول. بعد ما تاخد لون من ناحية هقلبها على الناحية التانية. تمام، بعد كده هطلعها. وهبتدي ان انا اشيل فصوص الثوم واشيل الحبهان والورق اللورا. بعد كده هنزل بالبصل، اديله تشويحة. في ناس بتعملها كلها ني في ني من غير ما تشوح اي حاجة، مفيش مشكلة، بس الطريقة دي بالنسبة لي بتخلي الخضار بيبقى ليه طعم احلى. هنا بعد ما اديت له تشويحة هنزل عليه بالخضار اللي انا كنت مقطعاه.
هنا بقى معايا معلقة من الملح ومعلقة صغيرة من السبع بهارات ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم ونص معلقة صغيرة من هريسة الشطة، وضفت مكعب مرقة من اللحمة بس ما جاش في التصوير. ابتدي ان انا اقلبهم بالشكل دوت. وكده الخضار بقى جاهز معايا. هنا بقى معايا صينية فردت فيها ورق من الألمونيوم، حطيت واحدة بالطول وواحدة بالعرض زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا ورق من الزبدة حطيته بالشكل دوت. وبعد كده هنزل بالخضار، وطبعا بنكون مشغلين الفرن قبليها بتلت ساعة على درجة حرارة 190. لازم نكون مسخنين الفرن كويس جدا قبل ما ندخل الصينية. بعد كده بقى هنفرد الخضار بالشكل دوت، وهحط شرايح اللحمة على الوش بالشكل دوت. وهنا بقى هحط في صوص الثوم اللي انا كنت مشوحاها مع اللحمة، وده الصوص اللي كان في اللحمة نزلت بيه بالشكل دوت. بعد كده هغطيها كويس، هغطيها الاول بورقة زبدة، بعد كده ورق الألمونيوم، وهندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 190. هتقعد معايا 60 دقيقة يعني ساعة بالظبط. تمام، هدخلها بقى الفرن. دلوقتي بقى هنعمل الرز بالشعرية. هنا معايا حلة نزلت بمعلقة كبيرة من الزبدة ومعلقتين كبار من الزيت، وهنزل بفصين من المستكة. جربي الرز بالمستكة هيعجبك قوي، طعمه حلو قوي. اول ما هيبتدوا يدوبوا معايا هنزل بكوباية من الشعرية، وهبتدي ان انا اقلب فيها لحد ما تاخد معايا اللون الذهبي بالشكل دوت. ده اللون الحلو الذهبي. هنزل بكوبايتين ونص من الرز المصري ومعلقة من الملح، وابتدي اشوح الرز كويس. وهنا ضفت مكعب من مرقة الدجاج، بعد كده بقى هنزل بالمية السخنة، ولكل كوباية رز كوباية من المية السخنة. ده بالنسبة للرز البلدي. لو الرز اكياس هيبقى لكل كوباية رز كوباية ونص من المية. بعد كده هبتدي اغطي. اول ما يبتدي يتشرب معايا هقلب، وبعد كده ههدي النار عليه اسيبه لمدة 15 دقيقة على نار هادية. يبقى احنا كده عملنا الرز. هنهدي عليه النار وهنسيبه 15 دقيقة. هنا بعد 15 دقيقة الرز كان استوى معايا كده. الرز جاهز معانا. وكمان صينية اللحمة طلعتها من الفرن بعد ساعة. يلا بقى نفتحها مع بعض. عايزة اقولك ان ريحتها فظيعة جدا جدا من قبل ما افتح عليها. يلا بقى نغرف مع بعض. شايفة الرز شكله عامل ازاي وطعمه احلى ومفلفل. يلا بقى، شايفة اللحمة هنا مستوية معايا ازاي. بص البطاطساية مش مهرية، متماسكة ازاي. هوريك ان هي مستوية. ودي كانت وصفتي النهاردة. اتمنى تكون عجبتك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.